السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحتي: إن أصابكم بلاء فعليكم ب7 أشياء. تعالوا نعرفها بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم من كل بلاء وشر ومكروه يا رب العالمين، اللهم آمين. 7 حاجات نعملهم لو أصبنا ببلاء عافانا الله وإياكم. رقم 1: إن أصابك بلاء فاحمد الله، احمد ربنا واصبر على هذا البلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء. شوف من كمال رحمة ربنا قال بشيء، يعني مش كل البلاء ولا أشياء، لأن ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاؤهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. فالإنسان يحمد ربنا على هذا البلاء ويصبر على البلاء ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وبدل ما تقعد تبكي بينك وبين نفسك، خلي البكاء على سجادة الصلاة وأنت ساجد بين يدي الله وأنت ساجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ابكوا بين يدي أرحم الراحمين الذي هو أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ورقم 1: إن أصابنا بلاء نحمد الله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الله أكبر. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم إن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، لما كان أبو سلمة في سكرات الموت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، طب وهل أجد خيرا من أبي سلمة؟ لأن الدعاء لي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: وهل هناك خير من أبي سلمة؟ ولكن لابد أن أقول ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني في موت زوجها، تمام، وأخلف لي خيرا منها. الله أكبر. فتقدم لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاها للزواج فرفضت. تقدم لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه برضه للزواج فرفضت. ثم تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأخلف الله لها خيرا من أبي سلمة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 2 يا حبايبي: كثرة الاستغفار، لأن ممكن يكون البلاء أو المصاب أو الكارثة اللي حصلت للإنسان بسبب الذنوب والمعاصي اللي ارتكبها. وخدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى من كمال رحمته ما بيعاقبناش على كل حاجة بنعملها، ده بيعاقبنا على أشياء وبيترك أشياء سبحانه وتعالى برحمته ومنته وكرمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أصابكم، ركزوا في الآية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، باللي انتوا عملتوه. شوف بقى نهاية الآية، قال: ويعفو عن كثير. الله أكبر. يعني لو الإنسان عمل 10 أخطاء ربما يعاقبه المولى عز وجل على 3 على 2 على 4، سبحان الله، ويعفو عن سائر الأخطاء. المولى عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو اللي قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لكن ده ما يدعوناش إن احنا نكثر من الذنوب ونقول لو عملنا 10 ذنوب هيعاقبنا على 3 ولا 4 ولا 5 ويسيب الباقي. ده بالعكس، ده يدعونا لشكر الله، والشكر يكون باللسان والجنان بالقلب، تمام، وبالجوارح والأركان. اعملوا آل داود شكرا ولم يقل تكلموا
آل داود شكرا. واضح كده؟ يبقى إذا الحاجة التانية اللي هنعملها كثرة الاستغفار، لأن ممكن يكون كل اللي بيحصل لنا ده بسبب الذنوب والمعاصي. رقم 3 حبايبي، نراجع أحوالنا مع ربنا ونجتهد في طاعة الله. أكيد هتلاقينا مقصرين في حاجات كتيرة جدا، فلما نرجع لربنا ونبدأ صفحة جديدة بفضل الله، الله عز وجل يغفر لنا ما فات بفضل الله. إن الحسنات يذهبن السيئات بفضل الله. رقم 4، نشوف حد يكون مكروب، يعني لو أنا عندي كرب أشوف حد تاني يكون عنده كرب برضه ولو كرب بسيط كده، وأحاول أساعده بقدر المستطاع. فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. يعني لما أكون أنا في عون إنسان مكروب، الله فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى يكون في عوني بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبايبي، أن نتصدق بنية تفريج الهم والكرب. أطلع ولو صدقة يسيرة، أبقى ماشي كده أشوف ست فقيرة ولا رجل فقير، تمام، ممن لا يسألون الناس إلحافا، من اللي ما بيسألوش ولا بيطلبوا، تمام، واروح أعطيه ما أستطيع بنية تفريج الكرب. صدقوني الصدقة لها أثر عظيم جدا في شفاء الإنسان من الأمراض وفي تفريج الكروبات. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. نعم ورب الكعبة، من أعظم أسباب العلاج من الأمراض الصدقة، إن احنا نتصدق فيكون ذلك سببا في شفائنا من ذلك المرض. وهذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب وأن نذهب للأطباء ونعمل التحاليل والأشعات والعمليات إلى غير ذلك، لكن نتصدق في المقام الأول بفضل الله سبحانه وتعالى، فقد يذهب المرض بالصدقة بفضل الله، بدعاء هذا المكروب، بدعاء هذا الفقير، بدعاء تلك الأرملة أو ذلك اليتيم بفضل الله. تمام. رقم 6 حبايبي، نكثر من الدعاء في جوف الليل الأخير بأدعية تفريج الكرب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى غير ذلك من أدعية تفريج الكرب. يا حبذا لو كانت الأدعية دي ونحن ساجدون بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل، فهذا أقرب ما يكون فيه العبد من ربه سبحانه وتعالى. رقم 7 ودي آخر حاجة حبايبي، أن ندعو لغيرنا بتفريج الكرب. ندعي لكل المسلمين أن ربنا يفرج كربهم، فالملك يقول آمين ولك بمثل، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. وأختم به هذه الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. دي نصيحتي لو أصيب الإنسان ببلاء، 7 حاجات لو عملناهم إن شاء الله يذهب البلاء عنا بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم وكروبكم، وأن يوسع أرزاقكم، وأن يقضي ديونكم، وأن يشفي مرضاكم، وأن يرحم موتاكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.